صباح الخير عليكم، ويلا بينا نبدأ فيديو جديد من فيديوهات يوميات سويسرية. النهاردة جاي أكلمكم عن العمل في سويسرا. ناس كتير مفكرة الموضوع مستحيل، ولكن هو لو مستحيل أنا مش هكون موجود هنا ولا غيري هيكون موجود هنا. فدايما خليك فاكر إن مفيش حاجة مستحيلة. طيب إيه الطرق اللي تخليني أجي سويسرا وأشتغل فيها بشكل قانوني؟ تعال هقولك عليهم. رقم واحد إن أنت تتجوز من سويسرية. رقم اتنين إن أنت تيجي هنا تدرس. عندنا طريقة ثالثة، حامل باسبور أجنبي، باسبور أوروبي، معاك باسبور فرنسي، معاك باسبور ايطالي، معاك باسبور اسباني، اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي، او تكون عالم والدوله محتاجاك تقدر تيجي هنا بكل سهوله. لو انت كمان متجوز من حد من الاتحاد الاوروبي تقدر تيجي معاه، بس عن طريقها هي او عن طريقه هو. وفي طبعا اخر حاجه معانا بقى اللي هي اللجوء. لو انت عندك مشكله في دولتك وعايز تيجي تلجا لسويسرا، سويسرا بتقبل اللجوء، بس طبعا مش بسهوله، مش حاجه سهله. خليني كمان اقول لك ان سويسرا محتاجه عماله بشكل كبير جدا، ولكن دايما هي بتطلب العماله من دول الاتحاد الاوروبي او الدول المجاوره ليها، ما بتطلبش للاسف من عندنا. لو انت عندك شغلانه انت مميز فيها جدا تقدر تتواصل مع اي شركه هنا في سويسرا وتقدر تطلب منهم ان هم يعملوا لك عقد عمل، ولكن الفرصه بتبقى قليله جدا لسبب ان الحكومه السويسريه بتطلب من الشركه دي في الاول ان هو يجيب حد يا اما من الاتحاد الاوروبي يا اما حد من سويسرا يقدر يقوم بنفس العمل. ولكن لو الشركه شايفه ان انت بتعمل فعلا حاجه ومستحيل حد يقدر يعملها زيك او ما فيش حد يقدر يعملها بالجوده اللي انت بتعملها، فالشركه بتقدم طلب للميجريشن هنا، لا احنا محتاجين الشخص ده لان الشخص ده يقدر يعمل لنا العمل بتاعنا ده بشكل جيد جدا وما فيش للاسف غيره في البلد. ساعتها بس هيقدروا يسمحوا لك ان انت تيجي وتشتغل في سويسرا. زي ما قلت لكم الشغل مطلوب جدا، ولكن الاقامه هي اللي مشكلتها صعبه جدا. تعالوا نشرب قهوه واكبل لكم الكاس. تعالي اشرب حاجه. طب خلينا نكون منصفين يا جماعه، هل انت شايف نفسك مؤهل ان انت تيجي سويسرا وتشتغل؟ شايف ايه مميز فيك ان انت تقدر تشتغل في سويسرا؟ وما تقوليش انا هاجي اشتغل اي حاجه. احكي لك القصه بتاعتي. يعني انا لما جيت هنا راجل بشتغل مصور فوتوغرافي، وطول عمري بشتغل مصور فوتوغرافي. جيت هنا وما فيش شغل كمصور فوتوغرافي، مش معترف بيك. طب انت مين؟ ما تعرفش حد، ما عندكش حد تتسند عليه ان انت مثلا لا ده الراجل ده يا جماعه بيصور وبتاع وشغله حلو وما اعرفش ايه. ما فيش الكلام ده بقى هنا ما بيعترفوش بيك. كل ما جيت رحت اشتغلت مع مصور كده، وكان للاسف عمل حركه كده مش كويسه. يعني هو كان مثل الجنسيه وحرش بيا، فطبعا دي كانت صدمه بالنسبه لي ان هو كان مصور كبير جدا في سويسرا هنا، واتبسطت جدا ان انا لقيت شغل كمصور، فكانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. ولكن للاسف لما حصل بقى الحركه دي فاضطريت ان انا امشي يعني من الشغل. في حاجه تانية بقى، عشان تيجي تشتغل هنا شغل محترم لازم تكون بتتكلم لغه اهل البلد. قابلتني صعوبات كتير جدا بسبب اللغه، مش فاهم هم ايه اللي بيتكلموا ايه. طب انا بتكلم ايطالي، طب احنا هنا ما بنتكلمش ايطالي. انا بتكلم انجليزي، ما احنا هنا ما بنتكلمش انجليزي. يا اما بقى هيشغلك اي حاجه. يعني للاسف حتى اي حاجه دي محتاجه دراسه. عشان اشتغل عامل نظافه في الشارع محتاجه دراسه. انت مش هتصدقني انا عارف. تعالوا نمسكهم واحده واحده بقى. الجواز من اجنبيه، انت شايف ان الجواز من الاجنبيه حاجه كويسه او حاجه مش كويسه؟ دي حاجه ما تخصنيش انا دلوقتي، والفيديو ده موجه للناس اللي هي عايزه تيجي سويسرا. فتيجي انت تقول لي لا جواز اجنبيه ماليش دعوه. انا ماليش دعوه بحياتك الشخصيه. انا بقول لك بس الطرق ومش اكتر. اي نعم اختلاف الثقافات هيتعبك فيما بعد، ولكن تعد فرص الاسهل للاسف. يعني لو جيت دراسه تقدر انت تخاطب اي جامعه. في جامعات خاصه وفي جامعات حكوميه. الجامعات الحكوميه بتبقى ارخص بكتير، الجامعات الخاصه بتحتاج فلوس كتير. ولكن الجامعات الخاصه انت تقدر تاخر نفسك سنه، تاخر نفسك سنتين. ده بيديك وقت اكتر ان انت تقدر تشتغل اكتر وتحوش فلوس اكتر. اما لو انت عالم او لو انت بتعمل حاجه مميزه جدا وهم شايفين ان انت افضل حد بيعمل الحاجه دي، مفيش حد في مستواك، ما هيجيبوك وهيعملوا لك اوراقك ويعملوا لك كل حاجه. لو انت معاك باسبور اوروبي، باسبور بقى سواء زي ما قلنا اسباني، فرنسي، اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي، بتقدر تيجي لمده 3 شهور تدور على شغل. انت كده تقدر تخش الدوله في اي وقت، ولكن لما تخش تدور على عمل ليك الحق تقعد 3 شهور تدور على عمل. لو لقيت عمل بيعملوا لك اقامه لمده 5 سنين. لو انت معاك باسبور اتحاد اوروبي بعد ال5 سنين بيعملوا لك اقامه اللي هي الاقامه السي،
اللي هي تبقى اقامه مفتوحه مش بغرض العمل وبس. يعني انت واحد مننا بس ما معكش جنسيه. اما اللجوء بقى يا سيدي فهو بيختلف من كل دوله لدوله. يعني في دوله ينفع يقبل منك اللجوء وفي دوله لا، يعني على حسب برضو انت ايه السبب اللي انت قلته او ايه السبب اللي انت مشيت من بلدك من اجله ان انت تيجي بقى تقدم لجوء. طبعا لو اتقبلت في اللجوء هنا بتعيش في الدوله وبتشتغل وبتندمج زي ما حصل مع الاخواننا السوريين والالبان. ناس كتير موجوده هنا عامله لجوء وبصراحه يعني عايشين حياه كريمه جدا يعني. بس طبعا انا مش بحرضك ان انت تعمل لجوء، يعني انا ماليش دعوه. انا بقول لك الطرق ودي حريه شخصيه ليك انت بقى تعمل لجوء ما تعملش لجوء. انا بخلي مسؤوليتي من اي حاجه. انا بس بقول لك الطرق اللي هي تقدر تدخل بيها سويسرا وتشتغل. ماليش دعوه بقى انت بتعمل ايه، يعني ماليش دعوه انت تروح تتجوز اجنبيه ما تتجوزش، تروح تدرس اي حاجه تانية دي انا بره عني. يعني تقدر كمان تشتغل اونلاين. يعني انا شايف ان فكره ان انت تشتغل اونلاين دي لو انت بتعمل حاجه مميزه، لو انت جرافيك ديزاينر، في ناس اوريدي بتشتغل اونلاين من مصر، من سوريا، من العراق، من كل الدول في العالم. في ناس كتير بتشتغل لشركات في اوروبا اونلاين وبتتحاسب بالدولار او باليورو، ودي برضه حاجه كويسه جدا. انا شايفها برضه من الفرص العظيمه. يعني انا لو كنت في مصر اكيد كنت هسعى ان انا ابقى حد بشتغل اونلاين. بالمناسبه يا جماعه تعالوا احكي لكم قصه حصلت لي كده. اول ما جيت هنا كنتش فاهم حاجه طبعا، محدش مهتم بيك اصلا لان انت لا بتتكلم ولا في منك رجع ولا معاك صنعه. يعني انت بتعمل ايه اصلا عشان اشغلك بصراحه؟ وعندهم حق يعني، خلينا نكون منصفين. يعني لو انا راجل سويسري وصاحب شركه اشغلك ليه؟ اديك مرتب شهري ليه وانت لا معاك صنعه ولا معاك لغه ولا هتفيدني؟ بالعكس انت هتأذيني. قبل ما ندور على شغل لازم نراجع النقطه دي، وانت مقوماتك ايه ان انت تشتغل. طيب انا اقدر اساعدك في ايه؟ انا يا سيدي اقدر اساعدك مواقع اللي تقدر تدور بيها على شغل. بس قبل اي حاجه لازم تبقى عارف ان مشكله سويسرا في الاقامه مش في الشغل. الشغل موجود لكن الاقامه صعبه. القهوه بردت يا جماعه، ما بقالناش 3 دقايق بره والقهوه بردت. كركشنج دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكشو قرمش.